انا مش بتاعة طماطم، بس وقعت في ايدي صفقة طماطم. يلا بينا نستغلها ونعمل بيها احلى صلصة. كمان ايه، هنحط عليها مواد حافظة موجودة في كل بيت، حافظة آمنة، مش مواد حافظة زي بتاعت بره والحاجات الصناعية اللي بتضر الكلى وبتضر الكبد وبتضر المعدة وكل حاجة. لا، ده احنا هنعمل شوية صلصة انما ايه تحفة. وهقول لكم ازاي لو طلعت بيضة معاكم، عشان الطماطم بتاعتكم لو ما كانتش حمرا ازاي تخليها صلصة حمرا. وبصوا يعني هتعملوا شوية صلصة انما ايه، بس اهم حاجة تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ. طبعا غسلنا الطماطم، وطبعا بسم الله ما شاء الله الكمية اللي معايا ما شاء الله. لا وكمان هقول لكم ان الكمية هتعمل كام كيس، يعني هقول لكم قد كام كيلو وهيعمل كام كيس، وهتستفادوا اني عرفتوا ان كام كيلو عمل كام كيس. تمام. صلوا على النبي وتعالى اقول لكم اول نقطه مهمه ايه. اول نقطه مهمه ان لازم تجيبي الطماطم بتاعتك حلوه وماسكه نفسها ونظيفه. ما تجيبهاش طماطم طريه مفعصه وتقولي ده انا كده كده هعملها صلصه. بالعكس، هاتي طماطم طريه كده، طماطميه طريه خالص، وهاتي طماطم ماسكه نفسها وحلوه، وشمي ريحه دي وشمي ريحه دي وانت تعرفي الفرق. هي مش هتبقى بايظه ولكن مش ماسكه نفسها، اذا ممكن تبقى فيها بكتيريا، عرضه للبكتيريا اكتر، واحنا دي حاجه هنخزنها، فلازم تبقى حاجة ماسكة نفسها علشان هتقعد معاكي شهور وشهور. طبعا مع المواد الحافظة الطبيعية اللي احنا هنحطها هتبقى معاكي زي الفل. وكمان هقولك لو طلعت معاكي طماطم او صلصة بيضة ازاي تخليها صلصة حمراء وجميلة برضه مواد طبيعية. وطبعا من غير هقولكوا لا لون ولا الكلام الفارغ دوت، مش بلون ولا اي حاجة، هنحط فيها حاجة طبيعية وكمان مفيدة جدا. تمام. يبقى اول حاجة مهمة ان احنا ما نشتريش الطماطم تكون مفعصه ولا طريه، نمسكها نجيب طماطم ماسكه نفسها وحلوه. طيب الكميه اللي انا جايباها برنيكه ديت فيها 27 كيلو. كنت الكيلو واقع عليا ب5 جنيه. روحوا عند بتاع الخضار وقولوا له عايزه اشتري منك برنيكه على بعضيها او قفص طماطم على بعضه، هتلاقيه عمل معاكي واجب، لان لما بتيجي تشتري برنيكه على بعضيها او القفص على بعضه بيعمل معاكي سعر قليل. احسن لك بقى من الصلصه اللي بره وكده. بصوا بعد كده بنحطها على البوتاجاز بعد ما نضفناها. بصوا ديت اللي اتفضلوا بعد ما عملت قد ايه، بعد ما شاء الله عدت المرحله ديت لحد ما مليت ال5 حلل زي ما شايفين ما شاء الله على اخرهم. بنولع عليهم النار، وطبعا بنغطيهم عشان نكبسهم بس لو هما مليانين على الاخر. بعد كده بنجيب المصفى ونصفي فيها الطماطم بتاعتنا. ودي تاني نقطة مهمة. وتاني نقطة ما تنسوش برضو تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تاني نقطة مهمة ان احنا بنجيب الطماطم بنشيل منها القشرة. بنشيل منها القشرة ليه بقى يا هنا؟ بنشيل منها القشرة علشان تبقى طماطم ناعمة جدا، زي طماطم كريمة كده زي اللي احنا بنجيبها من بره، ما فيهاش قشرة، ما تبقاش خشنة، علشان ما تديكيش احساس ان انت ضاربة طماطم عصير طماطم عادي. هو دوت الفرق. انت لو عملتيه بالقشر بتاعه وضربتيه بالقشر بتاعه هيبقى عادي كأنك ضاربة عصير طماطم. اما ما بتشيلي منها القشر بالظبط بالظبط كأنك جايبة معجون طماطم من بره، نفس الطعم والاحساس وكل حاجة. يبقى شيل القشر ده مهم طبعا. احنا اصلا بنسلقها علشان تنزل الميه الزياده اللي فيها واللي احنا مش عايزينها، وبنشيل القشره منها، بتبقى سهله بقى ان احنا نشيل القشره. بعد كده بعد ما ضربناها بنحطها على النار زي ما انتم شايفين. كده لسه ما اتسبكتش كويس، كل الميه دي عايزاها تنشف على الاخر. بصوا كده ما شاء الله 3 حلل اهي سبكتها لما الميه نشفت منها على الاخر خالص. خلي بالك لما تبقى مغطيها بتعمل ميه فظيعه بتفور على البوتاجاز. لو مش ماليه الحلل للاخر ما تغطيهاش. نقطة بقى مهمة جدا، الصلصة لو ما طلعتش حمرا معانا نعمل ايه؟ صلي على النبي واقولك. بص الصلصة لو ما طلعتش حمرا معاكي هاتي بنجر واسلقيه معاها، او تسلقيها لوحديها لو اكتشفت في الاخر، واضربيه وحطيه عليها. صدقيني هتطلع حمرا وجميلة، وكمان مش هتغير طعم الصلصة ولا حاجة، وقيمة غذائية يا ستي اهو حطيتيها. تمام. بعد كده انا بقى قلبتهم كلهم في حله واحده، لان طبعا بعد ما نزلت منهم ميه خست خالص، مش محتاجه اخليها 3 حل. ايه هو بقى اول ماده حافظه طبيعيه؟ الملح. تاني ماده حافظه طبيعيه الزيت. يبقى الصلصه بنحفظها بزيت وملح. الزيت والملح بيخليها بصي ماده حافظه، بتحافظ عليها بالشهور. سيبي الصلصه على ضمانتي كده بالشهور في التلاجة، لا طعم ولا اي حاجه تتغير. بعد كده بنسيبها تبرد وبكيسها. يبقى ما تنسوش خطوة الملح والزيت، مهمين جدا جدا. انا عايزه اقول لك انت لو جايبه برطمان صلصه من بره
ولو سبتيه شويه بتلاقيه عمل عفن، صح، على الغطا وعلى الصلصه من فوق. جربي بقى انك تحط عليها معلقه صلصه كده، زيت من فوق. لو حطيتي معلقه زيت على الصلصه من فوق هتلاقي مش هتعفن معاكي خالص. وطبعا تحطيها برضو في التلاجة. بصوا ادي الكميه اللي اتعملت معايا حوالي 20 كيس. طبعا ما شاء الله، باحجام، انا عاملاها باحجام متفاوته. انا عايزه اقول لك يعني الكيس من دولت دوت زي مكثف، هو مكثف فعلا ما شاء الله. يعني دوت لما اجي اعمل الاكل يعمل لي مثلا 3 اكياس مكرونه بدون مبالغه. يعني بسم الله ما شاء الله، لو قارنتي بينها وبين برطمان الصلصه تلاقيها اوفر بكتير. برطمان الصلصه يا دوب بيعمل يعني معايا كيسين مكرونه. الفكره جميله وجربوها والف هنا.